هاي يا حلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو كده حماس، هنعمل فيه حاجات مختلفة. إيه، حبيت أبدأ معاكم اليوم كده نعمل نسكافيه. نفوق شوية ونعدل المود، وبعد كده ندخل نشوف على طول اللي ورانا. طبعا في ناس كتير لسه بيجي كومنتات على مكنة القهوة دي. عايزة اقول لكم حلوة جدا، وانتوا بتشوفوها معايا في الفيديوهات من ساعة ما اشتريتها. فاعتقد ان هي لو كانت مش كويسة كان زمانها اختفت يعني على الاقل. فاللي عايز يجيبها كبسولات يجيبها يجربها، حلوة قوي. إيه، انا ما جربتش فيها الاسبريسو الباودر عشان بس اكون يعني صريحة معاكم، لكن الكبسولات بكل الاحجام حلوة جدا. فهنا كده كنت عملت القهوة، وهندخل بقى على المطبخ. كنت مشغلة الاير فراير، بعمل فيها فطار. هنا كنت بعمل الكرواسون ده بتاع فرني، مش قادرة اقولكم قد ايه بيطلع حلو، وبيبقى هش من جوه ومستوي. بس لازم لو هتعملوه في الاير فراير ان انتوا تسخنوا الاير فراير الاول، يعني الاير فراير تكون سخنة علشان ينفش ويبقى مستوي من جوه. غير كده هيبقى من جوه تحس ان هو عجينة شوية. هو ده شكله، ده بتاع مولتو. بس حلو جدا، وجربت منه اللي بالجبنة وبالجبنة الرومي وجبنة بالزيتون. يمكن اللي بالزيتون اقل واحد عجبني، يعني الجبنة البيضة والرومي حلوين قوي. هفطر بقى ونشوف كده هنبدأ اليوم ازاي. آه، هنا طبعا كنت قمت بقى احاول كده الريسبشن عندي نضفه تنظيف ده. بصوا اللي هو اليومي، حاجة سريعة جدا. لو في حاجة مش في مكانها برجعها مكانها، وبالمكنسة على طول كده اي تراب مكان بس يعني الباب لو اتفتح او دليفري او كده. وكمان علشان الشبابيك عندي دايما بتدخل تراب، فكنسة سريعة كده. وبالموب اصلا كمان يعني بصوا، ما شلتش سجاد، ما عملتش اي حاجة. حاجة كده سريعة جدا بس تحسسنا ان البيت نظيف وريحته حلوة ومفيش تراب. هنخلص بقى وندخل على المطبخ نعمل الغدا. هنا كنت برضو بشغل بخور بعد ما مسحت الأرض. أنا بحب قوي ريحة البخور، أو لو مش بخور بيبقى معطر. يعني بصوا هتلاقوا جنب ايدي هنا في كل أشكال المباخر. بجد البخور ده حاجة أساسية عندي بعد تنظيف البيت، كده بحس بيدي فايبس حلوة وريحة حلوة وخطير. ندخل بقى على الغدا. والغدا النهاردة كنت هعمل محشي. بس أنا كنت جايبة الخضار متجهز يعني. كنت جايبة كوسة وكرنب. بس هنا أنا كنت عملت طماطم وعليها بصل. أنا بعمله مش متسبك، يعني ني. فبضرب في الخلاط طماطم وبصل، ودي خضرة بقطعها عليها اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة. بحس ان هو كده بيبقى اخف. وكمان الناس اللي عندها مثلا مشاكل في المعدة او عندها مشاكل في القولون، بتكون يعني الحموضة بتاعة الطماطم والحاجات دي بتبقى صعبة، فكده بيطلع خفيف جدا جدا وهو بيستوي بيتسبك مع نفسه. هنا بزود خضرة تاني علشان يكون طعمها حلو فيه وتبقى واضحة يعني. آه، بص انا الخلطة بتاعتي بتكون سهلة قوي يعني. هو طماطم وبصل والخضرة والرز، وبحط ملح وفلفل وكزبرة ناشفة، وبحط كمان معاهم معلقتين صلصة من اي برطمان انتوا بتحبوا يعني نوع معين. ما بحبش برضه ازود بهارات فيه، بحس طعم الخضار كده يبقى باين، بيكون احلى كتير يعني لما يكون فيها طعم خضار. مش طعم توابل وبهارات مضيع على الأطعمة يعني. بس اصلا عايزه اقولكوا يعني الحمد لله يا رب طلع طعمه حلو جدا ومظبوط كده، وكل حاجه فيه حلو. آه،
يعني جربوا الطريقة كده بدون تسبيك، هتحسوه أخف 100 مرة. يعني جربوه، والله فرق بجد. وريحته كمان وهو على النار بتبقى خطيرة. عملت قهوة طبعا عشان أفوق، عشان لسه ورانا بقى لف، ورانا يعني قصة كده. ف هغسل الرز بقى واحطه عليه، ونبدأ نحط البهارات: ملح، فلفل، كزبرة ناشفة، وشوية زيت علشان الرز كمان يكون مفلفل جواه يعني. تعالوا بقى كده، يعني شايفين لون الخلطة؟ على حسب برضو لون الطماطم عندكم تحطوا صلصة او لأ. وعلى حسب برضو انتوا بتحبوها محمرة قد ايه يعني، طبعا ده بيبقى ذوق شخصي. هنا بقى جبت لحمة، دي كانت لحمة عندي في الفريزر ملموزة، بشوحها بس كده بدون دهون. يعني هي ساعات هي بتنزل الدهون بتاعتها مع ورق لورا ومستكة وحبهان بقى وبصل وكده. بصوا منظر المحشي طالع تحفة، بجد كان حلو جدا جدا جدا. هنا بعد ما خلصت الاكل بقى كنت بغرفه. عايزه لكم الحركه دي يعني منتهى الدفى في الشتاء وفي الجو اللي احنا بقينا فيه ده. كل سنه وانتم طيبين يا رب. يعني اكتر اكله بتدفي دلوقتي هي وشوربه العدس طبعا. بصوا بقى المنظر والدخان. خلاص بقى الساعة بقت 9:30 كده والوقت اتأخر، فقلت اعمل قهوة. إيه، مش قادرة كده شوية. وبعدين قلت بقى هبدأ اشيل معاكم الديكور ده واوريكم الحاجات الجديدة اللي جبتها عشان اعمل ديكور مختلف للمطبخ. طبعا دي كانت حاجات راس السنة، وده الطقم القديم اللي كان عندي لو انتوا فاكرينه، اعتقد كده باين. ده اللي انا بحطه في العادي، يعني مش رمضان، مش راس السنة، مش حاجة ليها علب مختلفة يعني. بس هقول لكم ان هو كان فيه عندي عيوب كتير. هعمل القهوة وارجع لكم. هشرب بقى القهوة والم كده الديكور اللي هنا، ونبدأ نعمل الديكور الجديد. اول حاجة بقى جبتها كده للديكورات الجديدة، او بقى يعني التجديدات اللي عايزة اعملها في المطبخ. جبت العياشة دي، بصوا حلوة قوي، ونوع الخشب بتاعها نظيفة جدا، وحتى الفينش من جوه يعني نظيفة قوي وحلوة. طبعا بقى لو عندنا توست اي حاجة فلذيذ ان يبقى شكلها محطوطة ومتدارية، مش اكياس على الرخامة او في الميكرويف او كده يعني. فانا جبتها، بصوا دي لذيذة قوي، جبتها من جروب على النت. وجبت بقى من تيوليب طقم جديد للشاي والسكر والقهوة بتوعي. وهقول لكم انا يعني جبت ده وغيرت اللي كان عندي ليه، لان انتوا هتحسوا ان هما تقريبا نفس الشكل يعني، بس طبعا الماتيريال مختلفة تماما. شايفين اصلا الكتابة عليه شكلها شيك قوي. الديتيلز بتاعته كمان يعني بصوا من فوق طقم امور، الديتيلز بتاعته خطيرة يعني، حتى شكله من فوق شيك جدا. الخامة بورسلين حلوة طبعا، تدخل غسالة الاطباق اي حاجة. وكمان الحتة السيليكون اللي في الغطا هنا ده طبعا بتخليه هيحافظ اكتر على طعم القهوة او السكر الشاي كده، الحاجة ما تبقاش مرطبة يعني. هتلاحظوا ان انا دلوقتي كده متجهة للبوهو ستايل، كله حاجات خشب وزرع اخضر، يعني عايزة اعمل كده ماتشنج حلو ويكون مريح كمان للعين، وبالذات انا مطبخي بني،
يبقى لايق. والرخام عندي بني، فحاسه كده ان ده هيبقى اليق وشكل بقى مختلف عن البينك اللي دايما بحطه، وعن كمان رمضان وراس السنه والحاجات اللي انا بعملها. طيب اللي كان بقى مشكله عندي في ده كان حلو قوي برضو وحجمه حلو، بس بصوا الغطا قفلته كانت صعبه جدا، فهتلاقوني مطبقاه من هنا عشان يرضى يقفل. طبعا مفيش حته سيليكون، بس هو برضو كان شكله يعني اقرب حاجه لده. بس لما لقيت ده بصراحه حبيته اكتر، لان الماتيريال صحيه اكتر وحجمه برضو مش صغير. تعالوا بقى نبدا نحط كده حاجتنا فيه. وحلو كمان لو حد كوفي كورنر بره يعني يحط حاجاته. فبالنسبه لي هو صغير شويه، كنت ممكن يكون اكبر، كان هيبقى يعني عملي اكتر ان انا افتح كيس السكر احطه مره واحده. ده انا جايباه من تيوليب. وكان منزل منهم كمان كان منزل منهم كمان اللي مكتوب عليهم بالعربي، كان شكلهم حلو قوي. بس ده اللي انا لقيته، وده اللي انا حسيت ان هو يمشي معايا في اي ديكور، هيبقى لايق اكتر يعني. طبعا كده انا بفضي الحاجات اللي كانت عندي. واخر واحد هحط فيه بقى القهوة. الطقم بتاع راس السنة ده كان من ايكيا يعني. تعالوا بقى نحطه فوق. يبقى بالشكل ده كده. بصوا حاسه ان هو راقي قوي وكلاس. هبدأ بقى احط شوية من الزرع. انا عندي الزرع الصغير ده من ايكيا. ممكن يعني هو السكر اقل حاجة انا بستخدم. هشوف الزرع الصغير ده يعني مش جاية الا لو دخلت دول جوه، وانا مش عايزة ادخلهم جوه عشان في فراغ، فحابة ان هم يكونوا قريبين، وقريبين دي ايد اللي هيستخدمهم طبعا. هنا عندي الزرع دي بتاعت ايكيا، وعندي البوت بتاعها ده، فحاسه ان هو هيبقى ماتشنج قوي معاها. ده كده الشكل. بصوا دخلته بس سنه فجت الزرعه التانية هنا. تعالوا بقى نحط كده التوست بتاعنا، وعندي هنا كمان كرواسون فهحطه. بصوا بقى الشكل هيبقى لذيذ جدا، لان انا طبعا كنت دول بحطهم على الرخامه فكده متداريين والشكل حلو قوي. انا كنت حاطه كاتل الاحمر ده، هشيله بقى واجيب الاسود بتاعي عشان يليق مع الكلمه كده، ويبقى الشكل كله متناسق وشكله حلو. عايزاكم بقى تقولي لي كده رايكم. وطبعا النور الاصفر ده لما هينور كمان هيبقى الشكل احلى. بس انا موصله دلوقتي الرينج لايت هو في نفس الفيشه، ف قولوا لي رايكم كده. تحسوا الالوان بقت اهدى، الشكل بقى حلو يعني، التصوير ظلمه بجد. بصوا حلوين جدا 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 ولايق اكتر مع المطبخ عندي. إيه هظبط بقى حاجات عشان اعمل ام علي. ف إيه
بصوا كمان لو حطينا ممكن احط دي وعليها مكنة القهوة والزرعة، ممكن يطلع الشكل حلو. خلي الزرع كده، لو حطيت مكنة القهوة بتاعتي دارت على الزرعة شوية صح؟ ارجعها سنة. اعتقد كده الشكل حلو قوي. ولو جبت كمان الكاتل الاسود فهيبقى ماتشنج مع المكنة وماتشنج مع كل حاجة، هشوف كده، وماتشنج مع كل حاجة. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة بما ان المطبخ بقى رايق وفيه كده شكل جديد. وبصوا انا ما بعمل اي ديكور هو بيريح نفسيتي جدا، فتعالوا هنعمل مع بعض صنف حلو ونختم بيه اليوم كده بحاجة حلوة. هنا كده بقى جبت الكاتل بتاعي الاسود، وده كده بقى المنظر عندي. هنا الأوكا والزرع، وهنا ده الشكل الجديد، وده الكاتل بتاعي. اعتقد الشكل كده حلو. ومش عايزة اكتر حاجات علشان ما يبقاش بقى يعني مش مريح للعين، ف حاسه ان هو كده احلى حاجه، يعني هاديه شويه. ممكن بس احاول اخلي الكاتل ومكنه القهوه مع بعض او اخليهم كل واحد في ناحيه، مش عارفه لسه، بس عشان الفيش، فيعني انا حاطه كل واحد جنب فيشه عشان ما يبقاش مع بعض في فيشه واحده، فاشيل واحط واشيل واحط. تعالوا بقى نعمل حاجه حلوه ننهي بيها اليوم مع بعض. طلعت كده طواجن عندي، وده باقي الكرواسون اللي عملناه الصبح، ففطرت بيه، والباقي سبته كده في الهواء عشان ينشف شوية، ونبدأ نعمل بيه ام علي تطلع طعمها حلو. ريفي ده المفروض ان هو كامل الدسم، وعندي القشطة دي، فهبدأ اسخن اللبن بقى واحط فيه سكر وفانيليا، وعلى الوش هحط قشطة القيمر دي، وهوريكم بقى المنظر كده قبل ما ادخلها الفرن. هنا بقى غليت شوية من اللبن، وحطيت عليها هنا مكسرات، كان عندي مكسرات مشكلة وزبيب. هبدأ بس اول حاجة هحط بقى سكر وفانيليا على اللبن، كان باقي في العلبة دي شوية سكر. اعتقد دول كده كفاية. وهحط بس شوية من الفانيليا، مش كتير لان هي مفيهاش بيض او حاجة، بس انا بحب ريحة يعني الحلويات يكون فيها فانيليا، وحتى لو ميلك شيك او كده. انا بسخن الفرن من فوق ومن تحت ومشغله المروحه. طبعا دول حتى ممكن يدخلوا في الاير فراير يعني، او تحت شوايه، بس على حسب انتوا بتحبوا ايه. اتاكد بس ان السكر داب علشان يبقى طعمها حلو. انا عايزاه بس تشرب اللبن كويس. فهضغط عليها بس كده بالمعلقه بسيط
اتأكد ان اللبن فيها كمية كويسة، عشان طبعا الكرواسون ده لسه هيشرب منه. بس كده بالنسبة لي حلو قوي. ممكن ازود بس ده حبة صغيرين كمان من اللبن. طبعا ده على حسب انتوا بتحبوها يعني متماسكة ولا بتحبوا يكون فيها لبن. بس كده كويس قوي. هبدأ بقى احط القشطة على الوش. مش حابة طبعا ان انا احط سمنة او كده، بما اني هحط قشطة يعني. في طبعا بيحطوا لها سمنة وقشطة وحاجات كتير، بس انا مش حابة. هحط كده حتة من القشطة وهحاول افردها على وشها. بصوا كده ده منظر الوش بعد اما فردت عليه طبقة من القشطة. في بيحطوا بقى سكر بودر علشان كمان اللون يحمر اكتر، بس انا طبعا القشطة هتحمره. فانا كده دول بالنسبة لي بيرفكت جدا. دخل بقى الفرن واوريهم له، وادخلهم بقى الفرن يستووا وشهم يحمر واوريكم شكله. ده كده بقى الشكل بعد ما خلصوا. بصوا طالع لونهم حلو جدا، وطبعا يعني من جوه مش قادره اقول لكم قد ايه لسه طريين. بصوا بيغلي لسه، فهسيبه بقى يستهدى شويه وناكلهم. واشوفكم على خير في فيديو جديد. هستنى بس يهدوا بقى شويه وناكلهم. ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، والديكور الجديد اللي عملناه مع بعض ده كده طلع شكله حلو وعجبكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.